لو عايز تجيب امتياز في الكليه يبقى لازم تعمل سيفي للدكاتره بتوعك. يعني ايه؟ ببساطه المذاكره في الجامعه غير تماما المذاكره في الثانويه. هي حاجه مش حلوه بس هي حقيقه. انت ممكن تكون لا تفقه شيء عن الماده، ما عندكش بربع جنيه معلومه تقدر تستخدمها في حياتك العمليه، بس تعرف تجيب 95، يعني من 85 ل 95% في الماده دي. اول حاجه بنروح نسال صحابنا اللي اكبر مننا في الدفعه، هما اللي بيعرفونا كل دكتور بيحب ايه. في دكتور بيحب الرغي، بيحب الكلام الكتير، بيحب انك ما تسيبش تفصيله الا لما تقولها. في دكتور ما بيحبش خالص الكلام الكتير، بيحب الاختصار وبيحب انك تكون واضح وتكون فاهم مادته. في دكتور لا، هو عايز زي ما كل حرف قاله في الماده، زي ما كل حرف انت هتكتبه في الامتحان. في دكتور يهمه ان انت اصلا تنتراكت معاه في المحاضره وانك تكون حاضر محاضرته. في دكتور ليه طريقه في الماتيريال وليه طريقه في المحاضره، هو عايزك تكتب بالطريقه اللي في المحاضره دي. في دكتور تاني عندنا في اثار مثلا بيبقى في حاجه اسمها ايه، اللي هو انك تكون ان الدكتور يعني بيكون ليه تعقيب في حاجه معينه، مثلا في بناء في الهرم يعني انتوا عارفين اثار فيها حوارات كتير يعني. فهو بيبقى عايز التعقيب بتاعه اللي هو يعني ورجح او قال او عقب دكتور كذا 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 في النقطه كذا 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 كذا. يعني كده. في دكتور بيكون ليه اسمه ايه ده، اسمها ايه، عروض تلفزيونيه وكده، يعني بيطلع يتكلم في التلفزيون وكده، برضو بيعقب على حاجات. هو بيبقى عايز اولا بيعرف من دي ان احنا حضرنا المحاضره، لان هو بيبقى قايل لنا على الحوارات دي في المحاضره. بيبقى عايز الكلام التعقيبات اللي هو قالها في الفيديو اللي هي مالهاش علاقه بمنهجك تماما تكتبها في الامتحان، تبين له ان انت يعني سمعت الفيديوهات دي هتاخد امتياز. جبت بالحوار ده 94%. فالمهم يعني متأكدة انا قفلت الفاينل بيها دي. طيب انا هنا بتكلم على حد عايز يجيب امتياز في الكلية، مش بتكلم على نظام دراسة عشان دي حاجة ودي حاجة تماما. طيب بعمل ايه؟ بنكتب اسم كل مادة، نكتب تحتيها الدكتورة بتاعتها او الدكتور بتاعها، ونبدأ نشوف من صحابنا الاكبر مننا ايه حتته، ايه الحاجة اللي لما هتعملها في ورقة الامتحان هيعرف ان انت كنت فعلا مذاكر له المادة صح زي ما هو عايز. هو هنا مش بيدور انت ازاي مذاكر المادة او انت قد ايه فاهم في المادة، قد ما هو عايز يشوف حاجة معينة فانت بتوريها له بس. فببساطة شديدة جدا جدا جدا، يعني 80% النقطة دي من درجاتك في الامتحان، و20% مذاكرتك. يعني في دكتور ما بيسيبش حرف في الماتيريال بتاعته الا لو بيجيب فيها سؤال، في دكتور لا بيجيب سؤال كبير ب40 درجة مثلا وفي نقطة معينة، وبيبقى عايز يشوف منك حاجة معينة. يعني احنا مثلا ممكن اقول في سنة اولى كان عندي دكتور هو قال لنا النظام بتاع الورقه بتاعته. هو بيحب ان احنا نكتب، لان احنا بنتكلم كتير قوي، ان احنا نكتب العناوين الرئيسيه فوق في الصفحه قبل ما نجاوب 1 2 3 4 5، ونشد خط ونبدا نحكي بقى القصه كامله. علشان هو قال لنا عشان لو سقطتوا حاجه او الوقت ما لحقتوش تخلصوا في الوقت المطلوب، انا اكون عارف ان انتوا المعلومات دي موجوده عندكم. فخلاص انت هنا بتبقى عارف بجد بجد. ما تفكروش ان الكلام ده كلام مجازي، الكلام ده اللي بيتاخد عليه درجات اصلا، الكلام ده اللي بيبين لو في دكتور مش بياخد غياب. في دكاتره كتير قوي بجد هي المعاناه ان الدكتور يبقى مش بياخد غياب. الدكتور مش بياخد غياب هو بيقول حاجات جوه المحاضره دي اللي بتعرفه الشخص ده حضر المحاضرات بتاعته كلها ولا لا. وانت حظك بقى انك يعني لو سقطت يوم واحد هو اليوم اللي قال فيه الحاجه اللي هيعرف ان انا كنت بتحضر ولا لا، فتلاقي نفسك انت حالل كويس جدا، حالل كويس جدا 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 في الامتحان. بس هو مش عايز كل الكويس جدا ده، هو عايز بس يبقى عارف ان انت حضرت. في دكتور عندنا مثلا في الكليات الادبيه احنا بنرغي كتير وبنتكلم كتير وبنكتب كتير، في دكتور مش عايز كتابه كتير، عايزها حرفيا نقط. يعني كان عندنا دكتور هو ماده كبيره جدا وماده فيها رغي كتير جدا، مش عايز رغي، هو مش عايز اصلا اجابه اكتر من 3 سطور. انت لو مش فاهم ان هو مش عايز اجابه اكتر من 3 سطور هتتسوح في الماده. فبجد ما تقللوش من الكلام اللي صحابكم في الدفعه الكبيره، بالاخص الناس اللي جايبه امتيازات ومقفله. دور على الناس اللي مقفله في كل يعني على فكره ممكن تلاقي حد مش لازم يكون جايب امتياز في كل المواد، بس في ماده هو مقفل فيها، اعرف هو عمل ايه في ورقه الامتحان. ورقه الامتحان بتاعته كانت شكلها عامل ازاي، هتعرف ساعتها هتعرف ساعتها الدكتور ده بيحب ايه وما بيحبش ايه وكل الحاجات الحلوه دي. دكتور
في سنه اولى هو كان عايز الترجيح بتاعه يتكتب في ورقه الامتحان، في حته معينه كتبتها اخدت امتياز. دكتور بيبقى عايز ما تسيبيش نقطه، كل نقطه تكتبيها، كل كلمه وحرف قالها هتتكتب في الامتحان، لازم تكتبي كل نقطه وحرف. في دكتوره كانت قايله لنا في اخر يوم، اخر يوم في السمستر كله، ان احنا نعمل جدول معين في الورقه، تمام؟ مش بتاخد غياب، مش بتعمل اي حاجه. هي قالت السؤال ده لو جالكوا هتعملوا جدول، جدول مقارنه، وجدول هي عايزه شكل الجدول. اللي عمل شكل الجدول هو اللي جاب الدرجه في السؤال ده، عشان ده هو اللي حضر، هو ده اللي حضر اليوم ده، فعرف ان هو لازم يعمل جدول. وحرفيا كانت قايلها مثلا في اخر خلاص واحنا بنروح، يعني احنا بناخد شنطنا ومروحين، قالت الجمله دي رمتها. وانا فاكره انا سقطت اصلا المعلومه دي وافتكرتها في اخر 10 دقايق من الامتحان، حلتها من غير جدول، يعني عملت الاجابه من غير جدول، رحت راجعه تاني في الورقه اللي بعدها عملتها بجدول عشان افهمها انا هنا انا جيت وحضرت محاضره وعارفه انت قلتي ايه. و في دكتور تاني برضو عمل نفس الحركه، جه في اخر يوم في السمستر كله، انا كنت نايمه المحاضره كلها اصلا، كنت تعبانه، وانا ماشيين احنا ماشيين اصلا، احنا خلاص، انا كنت في اخر مش عارفه اسمها ايه، اخر بنش يعني، وبشيل شنطتي وماشيه، راح قايل ايه، في فيديو كذا 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 نزل على اليوتيوب شوفوه، تمام؟ انا اتسوحت في الماده دي اصلا، كنت بعاني منها جامد، مش عايزه اقول هي ماده ايه. اتسوحت منها جامد، اتسوحت، قعدت اعيط طول اليوم عشان انا مش عارفه اتعامل معاها خلاص. انا زنقت نفسي زنقه وحشه. جيت على كنت اليوم ده مطبقه اصلا، كان لازم الاقي حل. رحت على الساعه 3 الفجر كده، افتكرت حوار الفيديو، رحت فاتحه الفيديو شفته، ملوش علاقه بمنهجنا بربع جنيه، ملوش علاقه بالمنهج بربع جنيه، ما يخصش المنهج. رحت اسمه ايه ده، رحت عملت ايه، انا ما كانش عندي حل تالت، وانا كان بالنسبه لي هشيل الماده يا هجيب امتياز، هي خلصت. انا يعني رسمه غلط وكاتبه، مش كاتبه غلط بس رسمه غلط، والرسمه الرسومات كانت مثلا بس يعني الامتحان 70 درجة، منهم مثلا 35 درجة رسومات بس. فرحت اسمه ايه ده، عملت ايه، جيت بعد ما خلصت الجزء المقالي في الامتحان، عشان مش هعرف اهري في الرسم طبعا، رحت جيت شديت سطر كده وكتبت جواه، الحاجات اللي اتقالت يعني عرفت اربطها ربطه صغيره قوي ملهاش علاقه بالمنهج والله، بس يعني عرفت اربطها بطريقه ما، يعني اني اقول له يعني ان انا من الاخر شفت الفيديو والتعقيب وكل حاجه هو قالها. انا جبت في الماده دي 94، وانا متاكده ان انا اصلا ناقصه في الميد ترم، يعني احنا ممكن نقول ان الميد ترم ناقصه فيه 6 درجات عشان انا عكيت في الميد ترم جامد. فانا متاكده ان انا مقفله الفاينل، انا متاكده، او ناقص درجتين بالكتير قوي. دي بصوا يا جماعه، هي فهلوه، هي مش شطاره، هي فهلوه. وطالما هوصل للنتيجه اللي انا عايزاها فليه لا، يعني ما يعني كل شيء متاح في الحرب والسلم والحاجات دي بجد. فيعني ده ذكاء فهلوه وذكاء وكل حاجه، بس تبقى مدرك هنا، عقلك مدرك ان انت هنا بتجيب درجات عشان GPA مش بتتعلم. لو ما عرفتش تفصل الفاصله دي هتطلع من ايا كان انت في كليه ايه افشل واحد في الدنيا، بالاخص الكليات الادبيه، يعني عشان الكليات الادبيه وضعها، انا ما اعرفش الكليات الطبيه وضعها ايه، بس انا بتكلم عن الكليات الادبيه، الحاجه اللي انا افهم فيها يعني. كنت هقول ايه تاني، لاننا العملي بتاعنا شويه معتمد علينا احنا اكتر ما معتمد على الدكاتره، يعني مش ما عندناش عملي قوي يعني. حاجه مثلا تانية، في دكتور عندنا هو ما بيحبش البنات، هو معترف ان هو ما بيحبش البنات، واصلا مش مقتنع ان البنات يبقوا معيدين ولا دكاتره ولا اي حاجه. انا اتغبيت، الحركه دي عملتها يعني، اتغبيت. فاقروا برضو الدكتور اللي قدامكم، انا بلون في البتاع والوان ومش عارفه، فاكيد البنت، يعني اكيد اللي عامله الورقه دي بنت، فانا لو كاتبه احسن حاجه، لو هو فعلا يعني، انا مش بتكلم عن الدكتور بتاعي والله، انا واخده درجاتي واخده امتياز فيها، بس مش كل الدكاتره كده، يعني انا بقول لكم تعقيب ملوش علاقه بدكتوري خالص، يعني دكتوري بجد احسن واحد شرح لنا الماده اللي شرحها لنا دي، بس هو ما بيحبش البنات. فما اجيش انا زي البتاعه اللي عملت كده، واروح مبينه له في الورقه ان انا بنت، هو كده كده مش هيعرف عشان الاسامي بتبقى معموله، بس اروح انا مبينه له بقى في الورقه ان انا بنت، ان انا هي قاعده بلون واحمر وازرق وموف وبينك. بنيجي هنا نعمل ستوب كده ونروح ايه،
مش بقول تكتبوا خط وحش زي الولاد، بس ابيض واسود، ازرق واسود، ازرق واسود، وما تفتوش كتير عشان خاطر ما يجيلوش ايحاء ان دي بنت فيتشدد عليها. لو انا دكتوري كويس ففي دكتور تاني اكيد مش هيبقى كويس. فهي يعني ما تلعبوش على نفسيه حد، ما تضيعوش نفسكم بخطوه هبله زي دي. على عكس كده بقى، في دكاتره بيعشقوا التنظيم، وفي دكاتره بنات بتعشق الورقه الملونه الجميله الحلوه. انا فاكره في دكتوره انا عكيت في مادتها كانت تقريبا ترميم غير عضوي، حاجه زي كده. مش عكيت قوي والله، حليت حلو جدا لان هي ما فيهاش افتكاسه، ده كان صح وغلط. بس كنت ملونه ومظبطه وعامله كل حاجه تتخيلوها يعني. هي اصلا وقفت جنبي كانت مبسوطه جدا، كانت قاعده تتفرج على الورقه وكانت مبسوطه قوي. ف دي انا عارفه ان هي دكتوره تحب التنظيم جدا، تحب الورقه شكلها حلو. ف بينوا للي عايز ان الورقه يكون شكلها مش بناويتي بس، يعني ما عندوش مشكله مع الفكره، ولونوها وظبطوها واعملوها. ولو حد تاني انت شاكين من ناحيته ان مثلا في اي انحياز لاي حاجه، ما تحطوش نفسكم في البوزيشن ده بس. وفي دكاتره بيدوا درجات على شكل الورقه. يعني انا عرفت ان احنا عندنا دكتوره في الترم ده يعني مش هتزود درجات، بس ممكن تتغاضى عن شويه اخطاء في لو الورقه ريحتها، لو هي عرفت تصحح الورقه وكانت مستريحه مع الورقه وشكل الورقه. فاهتموا بالحاجات الصغيره دي، امتياز ده في جيبكم بجد. يعني الكلام ده بالاخص في في الكليات الادبيه، عشان احنا ما عندناش عملي، فالعملي معلوش درجه اصلا. فاللهم الا قليل قوي يعني لو في دكاتره نزلونا يعني متاحف واماكن اثريه وكده. يعني work smart not hard، بس تبقوا عارفين ان انتوا محتاجين to work hard for الفيوتشر بتاعكم في المجال. ف ولنفسكم. بس انا اتزنقت مش هقعد اهري وافتح الماده، هشوف الدكتور عايز ايه واعمله بس. يعني ممكن نكمل اصلا ازاي بقى نذاكر بجد، بعيدا عن ليه ازاي نجيب امتياز وازاي الحاجات دي الفيديوهات الجايه.